ماذا فعل العرب في شهر رمضان؟ لربما يتوارد للأذهان بأن جل ما فعله العرب هو الصيام والعبادة والابتعاد عن المنكرات، ولكن على حسب الإحصائيات من الفاو والأمم المتحدة فإن العرب يقومون بهدر الطعام خلال شهر رمضان بشكل أكبر من باقي أيام السنة. اشتهر العرب بالكرم، ولكن الأمر تخطى ذلك ووصل إلى مرحلة التبذير والإسراف. فيا ترى من يتصدر قائمة البلدان العربية من حيث هدر الطعام؟ إنها المملكة العربية السعودية، وهي لا تتصدر فقط البلدان العربية وإنما الأولى عالميا أيضا من حيث الهدر الغذائي، حيث تصل قيمة الغذاء المهدر إلى 13 مليار و300 مليون دولار سنويا، وذلك على حسب وزارة الزراعة السعودية، وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الصومال وجيبوتي وموريتانيا مجتمعة. وبذلك تكون كمية الغذاء المهدر تعادل 250 كيلوغرام سنويا للفرد الواحد، مقارنة ب 115 كيلوغرام للفرد في الدول المتقدمة و11 كيلوغرام في الدول الفقيرة. أما في الإمارات فتصل قيمة الهدر الغذائي سنويا إلى ما يقارب 4 مليارات دولار. أيضا في الكويت هناك مليون طن سنويا من الغذاء المهدر، أي ما يقارب 400 كيلوغرام عن كل فرد، أي ما يعادل 8 أضعاف وزني حاليا. أما بالنسبة لقطر فمشكلة الهدر الغذائي تعتبر كبيرة، حيث يهدر 1,400,000 طن سنويا، أي ما يعادل 636 كيلوغرام عن الفرد الواحد، إضافة إلى 14% من الغذاء يتم إتلافه بسبب مشاكل التخزين أو انتهاء الصلاحية، وذلك يعادل 20 مليون كيلوغرام. هل تعلمون بأن العالم سيشهد حاجة إلى غذاء إضافي بنسبة 60% بحلول عام 2050؟ والسؤال الآن، هل كان العالم على هذا القدر من التقدم والتطور التكنولوجي يوما ما؟ بالرغم من ذلك فإن هناك 10% من سكان العالم، أي ما يعادل 800 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر.